السلام عليكم واهلا وسهلا بكم. اليوم ان شاء الله كنقدم لكم حريشات في الفران كيجيو ساهلين ولذاذ، خصوصا ان شاء الله لهذا الشهر الكريم للسحور او للفطور. غنبداو ان شاء الله على بركه الله. كنحتاج واحد نصف كيلو ديال السميده رقيقه، كنحتاج واحد الكاس ديال العنبه ديال الدقيق الابيض، دقيق الفورس الفرينه، كنحتاج واحد الكاس ديال العنبه ديال السكر الخشن او السكر سنيده، كنحتاج واحد شويه ملعقه صغيره ديال النافع وواحد الملعقه كبيره ديال الزنجلان. فكيجيو لذاذ بزاف هاد الحريشات، ان شاء الله تجربوهم يعجبوكم. وكنحتاج واحد القبصه ديال الملح، وغادي نحتاج واحد الكيس ديال الخميره مع كيس فاني نضيفوهم. فقبل ما نبدا نخلط الخليط ديالي غادي نحتاج واحد كاس الا ربع ديال الماء دافي، غنحتاج واحد الكاس الا ربع ديال الماء دافي كما كتلاحظوا معايا، وغادي نضيف ليه واحد الملعقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز. غادي نخليه على جنب، نحركو شويه بحال هكا ونخليه على جنب كما كتلاحظوا معايا. دابا غادي نبدا ان شاء الله على بركه الله. غادي نضيف واحد الكاس الا ربع ديال الزيت ونخلط به هاد المكونات كلها. فان شاء الله غتلقاو في الخانه ديال الوصف المكونات كلها بالغرام ان شاء الله. فصدقوني هاد الزنجلان كيجي لذيذ بزاف في هاد الحريشات، ان شاء الله تجربوهم. غادي نبسس جيدا الخليط ديالي بهذا الزيت، ومن بعد ان شاء الله نضيف هذاك الكاس الا ربع ديال الماء الدافي ومجمع بالماء العادي ديال الروبيني. نحاول نبسوها جيدا باش يدخل لنا هذاك الزيت. دابا غادي نضيف بعد ما تلموا لي الخليط جيدا كما كتلاحظوا. دابا غادي نضيف هاد الكاس الا ربع ديال الماء دافي مع الخميره ديال الخبز. فباقي غادي نضيف الماء الكافي، نضيف واحد الكاس الا ربع اخر، ولكن الماء ديال الروبيني بلا ما نديروش باقي الماء الدافئ، فقط الماء ديال الروبيني. فدابا غادي نزيد الماء الاخر، فدابا غادي نضيف الماء الاخر كما كتلاحظوا معايا، الماء ديال الروبيني بلا ما تضيفوا الماء الدافئ. نحاول نخلط جيدا حتى كتجمع ليا العجين. فهاد الحريشات ما كنخليوهمش يرتاحوا، مباشره كنكوروهم وكنشكلوهم. فمن بعد ما تليت لي العجين كما كتلاحظوا نخليوها شويه بحال هكا، ما نقصفوهاش، لان كما كتعرفوا فالسميده كتشرب وخو مع داك الزنجلان وداك النفع كتعطي تعطي الحريشات واحد اللوغو زوين. ان شاء الله تجربوهم في هذا رمضان. دابا غادي نبداو مباشره ان شاء الله نشكل الكويرات ديالي كما كتلاحظوا معايا. فدابا غادي نحتاج السميده تكون غليظه باش نمرر هاد الكويرات ديالي. فغادي نشكلهم بحال هكا، نشكلهم على شكل كويرات.
غادي نوضعوا الوجه ديالهم في السميده كما كتلاحظوا معايا هاد السميده الغليظه. وكناخذ واحد السكين ونبدا ندير كما كتلاحظوا معايا بحال هكا، ونبدا بالعكس بحال هكا كيف ما كتلاحظوا معايا، وغادي نوضعو الطاوه ديال الفرن. غادي نعمل وحده ثانيه نشكلوها كويره. غادي نوضع الوجه ديالها في السميده، ناخذوها بحال هكا كما كتلاحظوا معايا، كنوضع وحده بحال هكا، نضغط بحال هكا ونعاود وحده بحال هكا، وحده بحال هكا كما كتلاحظوا معايا. فانا غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل الحريشات كلهم اللي عندي. كنوضعهم في لاطه ديال الفرن، كنوضعوا فيها الورق ديال الطهي اولا تكون مدهونه، ندخلهم الفران حتى كيطيبوا. من بعد ان شاء الله تشوفوا معايا في الشكل النهائي. الحريشات ديالنا كما كتلاحظوا كيجيو على هذا الشكل، كيجيو لذاذ بزاف. فان شاء الله كنتمنى ان شاء الله تجربوهم، خصوصا بداك الزنجلان وداك النافع، يعني كيجيو لذاذ بزاف. تجربوهم ان شاء الله على هذا الشهر الكريم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديالنا اليوم تعملوا لي جيم، تشتركوا في القناه باش توصلوا بكل ما هو جديد. سلامه.